حبايبي واخواتي عاملين ايه؟ مساء الفل عليكم. حرق الدم، حرق الدم، حرق الدم. الواحد خلاص بقى يعني قرفان، قرفان ان هو يتفرج على ماتشات كوره تاني. اقسم بالله الواحد خلاص اتخنق واتقرف من دي لعيبه. والله العظيم الواحد اتقرف واتخنق من دي لعيبه. يعني الواحد، انت يا فريرة بصراحه كرهت الواحد في الكوره. والله العظيم انت كرهتنا في الكوره. في بدايه كلامي بس انا ببارك للاهلي واخواتي الاهلاويه على الفوز النهارده 3-0، وبيبعد عن بيبتعد بالصدارة بفارق 8 نقط. وانا ما عنديش حتة التعصب ولا حتة ان انا اعيب في المنافس المنافس ان انا بلعبه ايا كان اهلي اي حد، عشان خاطر ان انا اطلع الم مشاهدات واطلع الم لايكات والم القرف ده كله، لا. بس النهارده بصراحة الاهلي لعب كورة. الاهلي يعني ببساطة يعني الاهلي عرف يدافع وعرف يهاجم. عرف يدافع فما دخلش فيه جوان، عرف يهاجم فجاب 3 جوان. انا بصراحه مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه. لعيبه الزمالك يعني كرهونا في حياتنا اقسم بالله، ومدير فني كرهنا في حياتنا. يعني انت كرهتنا في حياتنا عشان خاطر خدت دوري وخدت كاس. طب ما كارتيرون خد الدوري. يعني كارتيرون اللي احنا كنا بنتريق عليه خد الدوري برضه. انت عشان خدت الدوري وخدت الكاس هتكرهنا في حياتنا؟ كرهتنا في حياتنا من بدايه كاس لوسيل. وقلنا ماتش واحنا بنلعب منافس قوي الهلال واتغلبنا واتغلبنا كوره. قلنا خلاص واتغلبنا بضربات الجزاء. جيت تلعب كاس السوبر الاهلي اتغلبت كوره. واللعيبه ما لعبتش. وقلنا ماشي، لسه في اول الموسم. يجي بقى ماتش بيراميدز. يجي ماتش بيراميدز اللي هو كان قبليه سلسله من التعادلات والهزيمه. هزيمه من اسوان والتعادلات، والتعادل مع الداخليه. انا مش عارف اقول عليكم كلعيبه يعني بصراحه. يعني انا مش عايز اقول لفظ خارج يعني يتاخد عليا بصراحه، بس احنا زهقنا. انا زهقت. انا زهقت من ده اداء. انا زهقت من ده مدير فني ومن دي لعيبه. مش عارف بصراحه انتوا ناقصكم ايه يعني. يعني ناقصكم ايه انا مش عارف. في ماتش بيراميدز كسبان 1-0. بيراميدز مطرود منها عبد الله، مطرود منها لعيب علي جبر في الدقيقه 13. وعلى الرغم من ذلك لعبت برعونه ولعبت بكسل وما عززتش الجون بجون تاني. والواحد كان عارف السيناريو ده عشان السيناريو ده هو اللي بيحصل في الزمالك كل مره. يجيب الجون، يستهتر بالخصم، يخش في التعادل، يخش في الجون الثاني والهزيمه. نوصل لضربات جزاء مع بيراميدز وهم 10 لعيبه من الدقيقه 13. يجي زيزو يلعب لك الكوره بالطريقه ديت، وشيكابالا اللي بيحط كور من كل حته مش عارف يجيب ضربه جزاء. وطلعنا من الكاس. طلعنا من الكاس يا فرير. خسرنا لوسيل، خسرنا السوبر من الاهلي، طلعنا من كاس مصر، والنهارده اتغلبت من الاهلي ووسعت الفرق ما بينك وما بينه ل8 نقط وبقيت المركز الرابع. وبقيت المركز الرابع. يا راجل ده انت فيوتشر فرقت عنك باربع نقط. فيوتشر فرقت عنك باربع نقط. وبيراميدز اللي كانت انت السابقه بخمس نقط عدتك دلوقتي بنقطتين. انتوا النهارده جبتوا الضغط للجماهير كلها. انا اقسم بالله العلي العظيم انا ما صعبان عليا غير الجماهير اللي في الملعب. يعني انا قاعد في البيت اتحرق دمي، هتحرق دمي وهخش اتخمد انام. لكن الناس اللي في الملعب، الناس اللي في الملعب اللي كانتش مش عايزه منكم التعادل، كانت عايزه منكم ان انتوا تكسبوا. تكسبوا النهارده بأمارة ايه؟
يعني عايز واحد يطلع يقول لي، واحد زملكاوي بجد يقول لي عايزين تكسبوا النهارده باماره ايه؟ ايه الاماره النهارده اللي انت تكسب؟ حد بس يقول لي او يكتب لي في التعليقات احنا كنا باماره ان احنا نكسب. بالاداء ده انت عايز ان انت تكسب ازاي؟ يا راجل ده انت بالاداء ده ما تتعادلش. ده انت بالاداء ده ما تخرجش حتى متعادل. عايز تكسب ازاي؟ المشكله مش فرق، مش مشكله فرق الثمان نقط. انت لسه فاضل لك ماتشين ولا ثلاثه على الدور الاول، وهتبتدي الدور الثاني كله. الاهلي هيخسر نقط. انت بقى بالاداء ده هتكمل ازاي؟ بالاداء ده هتكمل ازاي؟ بمدير فني بيعمل كل حاجه عكس الطبيعه. عايزنا نكسب ازاي؟ عايزنا نكسب ازاي؟ يا راجل ده انت الداخليه اسوان، قلنا ماتش اسوان وليه ظروف خاصه وتمام وخلاص ماتش خلص وخلاص وعدينا. ماتش المقاولين كنت هتخسر وتعادلت يعني انت كنت تستاهل انت تخسر ماتش المقاولين وتعادلت وربنا ستر. تخش على ماتش الداخليه خسران 1-0 وتعادلت ايه؟ وتعادلت في الدقيقه الاخيره مع الداخليه. الداخليه فين؟ الداخليه فين؟ تعادلت. قلنا تمام، ماشي، سبرنا. تخش على ماتش الاتحاد، ماتش الاتحاد وتتعادل برضه 0-0. ولا في كوره ولا في اي زفت. ونفس التخاريف هي ونفس، وندعم ونقول اللعيبه وندعم ونقول الجهاز الفني. طب فين بقى؟ فين؟ فين؟ النهارده انتوا بتلعبوا الاهلي والاهلي خسران مين؟ خسران محمود متولي، انذار. حمدي فتحي بيلعب وهو مصاب. علي معلول بيلعب وهو مصاب. ايه؟ عمرو السوليه مصاب. حمدي فتحي النهارده اللي قال له خد نجم المباراه، اللي انا من وجهه نظر حمدي فتحي هو نجم المباراه. تمام. ايه؟ ايه بجد؟ ايه بجد؟ حد يفهمني. ايه بجد؟ تعالى لي بس كده يا مصطفى شلبي، عايزك بس في كلمتين، بس كلمتين بس يا مصطفى شلبي، الله يكرمك، عشان احنا يعني انا من اول ما شفتك انا مش طايقك اصلا. انا مش طايقك. وكل الكور الخطيره جايه بسببك. انت مش عارف تستلم كوره، والله انت ما لعيب تلعب في الشارع. والله انت ما لعيب ينفع حتى تلعب في الشارع. بس للاسف ما عندناش غيرك. يعني انت اول ما جيت وانا مش طايقك. ما بعترفش بيك لعيب كوره. اصل هم مش اكتشفوا فيك ان انت لعيب كوره وانت عندك 28 سنه 29 سنه. كل الكور جايه من ناحيتك. مش عارف يا راجل تستلم كوره. يا راجل مبادئ كوره مش عارف تستلم كوره. عمرو السيسي. عمرو السيسي ابو شعر. عمرو السيسي. انت كان ايه دورك النهارده يا عمرو السيسي؟ ايه دورك جنب دونجا؟ طب دونجا النهارده عمل كل اللي عليه في الماتش، واللاعب الوحيد اللي بيلعب بقلبه. انت ايه دورك النهارده في الماتش يا عم يا سيسي؟ عارف دورك ايه؟ دورك ان انت تجيب لنا جلطه. انت بسببك هتجيب لنا جلطه. فيريرا نزل لي سيد نيمار، سحب عبد الشافي ونزل نيمار. طب نيمار يعدي، ما بيعملش حاجه. هيعمل ايه؟ راجل في حته مش حتته. اللي سيد نيمار ده يا فريرا
انت كنت بتلعبه باك يمين ولا جناح يمين؟ باك يمين، وكان مقطع مكسر الدنيا الموسم اللي فات اللي خدنا فيه الدوري. ما بتلعبش بسيف فاروق جعفر ليه في النص مع دونجا؟ لعيب كويس وسجنه صغير، ليه ما بتلعبوش؟ لعيب بيعرف يسلم ويستلم ويرقص ويروح. منزل لي عمرو السيسي اللي عمل لنا كوارث. عمرو السيسي، انا مش فاهم بجد في ايه. والله العظيم بجد انا ما عارف في ايه. يعني ايه الصفقات اللي احنا جبناها السنه دي؟ عملت معانا بجنيه، عملت معانا بجنيه. ده حتى دونجا اللي انا بقول عليه احسن لعيب ما عملش ب 2 جنيه لسه. امام عاشور انا مش فاهم في ايه يا امام. والله العظيم انا انت لعيب كبير، بس في ايه؟ زيزو مره الاقيه ناحيه اليمين، مره الاقيه ناحيه الشمال، مره الاقيه في النص، مره الاقيه مهاجم. ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ كفايه حرق الدم بقى، حرام عليكم. كفايه حرق الدم. والله ما اقول كلمه غير حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ويعني ويصبر الجماهير اللي كانت في الملعب دي، يصبرهم والله العظيم على الزفت والخرا اللي هم شايفوه في الملعب. تمام، وعلى حرقه الدم اللي هم فيه. على الاقل الواحد دلوقتي في البيت، يعني الواحد في البيت. الواحد مش عارف لو كان في الاستاد كان رجع البيت ازاي. حبايبي واخواتي، انا اتشرفت ان انا كنت معاكم في الفيديو ده. اللي شاف الفيديو ده وعجبه الفيديو ده، بس كلمه اخيره بس يا جماعه. النبي عم ماندو، عم ماندو اسمعني بس، اقول لك كلمه بس. والنبي بلاش هري، الله يبارك لك، بلاش هري وتطبيل. يعني انا ممكن اجيب لك طبله بس طبل بعيد عننا، الله يبارك لك والنبي. هساتيرو، عم هساتيرو، عايز تلم لايكات واشتراكات يا عم هساتيرو؟ بعيد عننا، الله يبارك لك. بعيد عننا، مش كل حلقه هتطلع تقول لي ايه. تمام، انا ما بخافش غير من ربنا. احنا كلنا بنخاف من ربنا على فكره، مش انت الوحيد اللي بتخاف من ربنا. كلنا بنخاف من ربنا. وكلنا بنغلط وبنرجع نتوب لربنا عادي. يعني احنا مش كفار حضرتك يعني. عادي. انا بتكلم في اول الفيديو قلت مبروك للاهلاويه، الاهلي النهارده لعب ماتش حلو وكويس ويستاهل يكسب. ما غلطتش في الاهلي عادي. وتطلع تقول انا الدنيا كلها عادي، ما انا زملكاوي عادي. تطلع تقول كلها الدنيا انا زملكاوي وبس. ما حدش الزملكاويه قليلين اللي بيفهموا. ليه يا عم قليلين اللي بيفهموا؟ والله العظيم لو في كتير ما بيفهموش فانت واحد منهم. انا كنت من اشد الناس المعجبين بيك، كنت بحب اتفرج عليك. الزمالك وحش ماشي، اطلع اقول الزمالك مش وحش، بس ما افضلش بقى ايه يعني. اسفه حتى لما الزمالك بيفوز، اسفه من فوز الزمالك، ادوس على الزمالك عشان خاطر شويه لايكات وشويه اشتراكات. مش كده يعني. عادي اطلع اتكلم عادي، بس من غير ما انت تدوس يعني، من غير تريقه. لا انا بطلع، لما انا بطلع بتكلم، انا بطلع بتكلم انتقد اهو. بس بنتقد ليه؟ بنتقد من حرقه الدم اللي انا فيها والاداء اللي انا شفته في الملعب. مش على طول ان انا افضل ادايس دايس دايس دايس. فنصيحه والنبي، يعني نصيحه يعني. انت اخ عزيز وبني ادم محترم وكل حاجه. يعني حاول ان انت يعني ايه، مش عشان انت زملكاوي فان انت ايه تحاول تيجي جنب ناحيه الاهلي قوي عشان خاطر يبان ان انت محايد. حبايبي واخواتي، انا مبسوط ان انا كنت معاكم. ده انه فيديو ليا على قناه كوره اون تايم. ارجو اللي عجبه الفيديو يعمل لايك. عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك. وعايزين اللي عايز يشترك في القناة ويتابعني يشترك في القناة، هبقى مبسوط جدا. الناس اللي تشترك في القناة، واللي حابب يقول أي كومنت أو أي تعليق على الحلقة اللي أنا عملتها النهاردة يبعت لي في الكومنتات، حتى لو معترض معايا في الكلام يبعت لي بكل أدب وبكل احترام. وأخيرا مبروك للأهلي يعني وحبايبي والله أنا يعني
الاهلاويه في كل بيت يعني. يعني الاهلاويه كل بيت، انا مش هطلع ان انا اشتم في الاهلي ولا اشتم في حد. لا، دي كوره ودي متعه، و... واللي اتغلب هارد لك، واللي فاز نقول له مبروك. فيا ريت يعني لو اللي حابب يشترك في القناه يشترك، ويعني وتعملوا وتدوسوا لايك وتشيروا الفيديو دوت، عشان انا عايز الفيديو ده والنبي يتشير، عشان خاطر يروح بس للعيبه، يعرفوا ان احنا اتحرق دمنا. السلام عليكم.